تخيل معايا البابا يؤنس المنفلوطي من راهب بسيط لكرسي في البطريركية. ازيكم؟ كان البابا يؤنس اصله من منفلوط، وكان معروف بيؤنس المنفلوطي. ابتدى حياته الرهبانية في دير البراموس، وبعد كده اتكرس بطريرك في عهد السلطان سليم الثاني يوم 22 برمودا سنة 1287 للشهداء سنة 1571 ميلادية. وفي أيامه كان المسيحيين اضطروا يلبسوا العمامة السوداء، وكمان جات له رسالة من بابا روما جرجوار 13 وهو رد عليها، والسلطان سليم طلب منه انه يجمع الجزية من المسيحيين، وفعلا الكل دفع من غير ما حد يتأخر. وبعدها البابا راح اسكندرية، ولما رجع حس بضعف شديد واتنيح هناك، واتدفن في كنيسة مرجرجس ببرما. وبعد كده اتنقل جسده إلى دير السوريان، وقعد على الكرسي البطريركي 15 سنة و4 شهور. بركة صلاته فلتكن معنا جميعا. ما تنسوش لايك للفيديو ومتابعة الصفحة لو انت على فيسبوك. لو انت على اليوتيوب اشترك في القناة وفعل زر الجرس.